ولكن دابا جا ابتزل غزة. المرقوعين. اثرتوا بالاشكال ديال التصريح ديال البارح اللي ما عجبش الناس، فهمتيني ولا لا؟ ما عجبش البعض وناضوا له الى اخره. ولكن دابا جا ابتزل غزة. المرقوعين. واش ما عندكم عينين؟ ما كتسمعوا والو، ما فاهمين والو، ضختيو لهاد الدرجه. المغاربه، المغرب كان فيه اجماع على الاخوان على القضيه الفلسطينيه، ما كانش شي واحد كيتجرأ يقول شي كلمه ضد القضيه الفلسطينيه. ميكروبات لقيت لهم السميه، ميكروبات في السياسه، ميكروبات في الاعلام، ميكروبات في بعض الهيئات الرسميه او شبه الرسميه. انا ديك الساعات كنت كنقصد شخص واحد. ميكروبات خارجين تيقول لك لا. انا ديك الساعات كنت كنقصد شخص واحد. حنا سيدي مغاربه ماشي شغلنا في فلسطين. الحمار 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 ديال اخر الزمان. واما النهار اللي وقعت شحال من حاجه والبلوكاج وما نعرف شنو، تكلم السي رشيد الوالي ولا غيره. خلونا نتابع تقرير عن عبد الإله بن كيران. ده الأمين العام لحزب العدالة والتنمية التابعة للذراع السياسي لتنظيم الإخوان في المغرب. الشخصية دي راحت وزارت قطر، ويمكن اتوصفت الزيارة دي إنها زيارة غامضة، وتقارير إعلامية قالت إنه الزيارة حصل فيها مشاورات مع قادة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان هناك. بعد أقل من أسبوع من هذه الزيارة، عبد الإله بن كيران تم سحب التكليف الخاص به، إن هو كان مكلف بتشكيل حكومة في المغرب، واتسحب منه هذا التكليف بناء على إعلان من الديوان الملكي المغربي. نفهم تفاصيل الموضوع من خلال التقرير اللي جاي، وبعده هيكون فاصل ونرجع مرة تانية. بعد أقل من أسبوع على زيارته الغامضة إلى العاصمة القطرية الدوحة، والتي كشفت تقارير إعلامية عن تضمنها مشاورة مع قادة تنظيم دولي لجماعة الإخوان، خسر عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذراع السياسية للتنظيم داخل المغرب تكليفه بتشكيل الحكومة المغربية بأوامر من الملك محمد السادس ملك المغرب. الديوان الملكي المغربي أصدر بيانا أعلن خلاله إقالة بن كيران وسحب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور 5 أشهر من المشاورات دون جدوى. وقال البيان إن القرار جاء لإنهاء حالة الجمود السياسي في البلاد منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي صدرت نتائجها في 7 أكتوبر الماضي. وجاء قرار الملك بعد حالة من السخط سادة الدوائر السياسية المغربية من الزيارة التي أجراها بن كيران للدوحة، بعد تأكيد العديد من التقارير الإعلامية عقده مشاورة مع تنظيم دولي للإخوان اعتبرها مراقبون استقواء بالخارج وضوء أخضر لتنظيم الإخوان الدولي للتدخل في شؤون المغرب. وأثارت زيارة بن كيران للدوحة علامات استفهام حولها لأسباب عدة،
أولها أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية منذ أن كلفه ملك المغرب محمد السادس في أكتوبر الماضي بتشكيل الحكومة لم يغادر الرباط لأي زيارة خارجية إلا للضرورة القصوى، حيث قام بزيارة وحيدة لدولة الجوار موريتانيا لاحتواء أزمة دبلوماسية كادت تقع بين البلدين، كما أن الزيارة جاءت لحضور مؤتمر التكنولوجيات والاتصالات بقطر، وهو فاعلية لا ترتقي إلى الحضور على مستوى رئيس الحكومة بنفسه. واستطاع حزب بن كيران استغلال الأحداث الإقليمية وشكل أول حكومة إسلامية في المغرب في خضم صعود الإسلام السياسي بالمنطقة، إلا أن الانتخابات التشريعية الثانية بالمغرب لم يحصل من خلالها على أغلبية تمكنه من التشكيل الحكومي منفردا، لذلك لجأ إلى التحالف مع أحزاب أخرى لضمان حكومة مستقرة برلمانيا. وعلى مدار 5 أشهر هي عمر تكليفه بتشكيل الحكومة الثانية، فشل بن كيران في إتمام صفقات سياسية مع الأحزاب الأخرى داخل البرلمان، وهو ما يضع البلاد في مأزق بسبب عدم وجود حكومة فعلية، فضلا عما يتعرض له الحزب على المستوى الشعبي من خسران رصيده، إلا أن البعض يرى في زيارته للدوحة لجوء إلى معقل الإخوان في الوطن العربي للبحث عن حلول ودعم خارجي له في مواجهة الأزمة وعدم خسارة مركز ثقة الآخر للتنظيم في شمال إفريقيا بعد أن خسروا مصر وتم تحريمهم في تونس. واما النهار اللي وقعت شحال من حاجه والبلوكاج وما نعرف شنو، تكلم السي رشيد الوالي ولا غيره